زهقت من الشغل عند الناس لان بجد بيجرح الاحساس، وعشان بيجرح الاحساس نزلت العجمي في البطاش. بصراحة منطقة ملهاش اي حل. كنت بتمنى من ربنا ان ربنا يكرمني بمحل هناك، والحمد لله ربنا كرمني بمحل وحققت نجاح بفضل ربنا. ثم انتوا بعد سنة حققت نجاح كبير، ودلوقتي انا بقفل وبلم عدتي عشان السنة بتاعتي خلصت. الاتفاق مع صاحب المحل ان انا كنت همضي معاه سنة في العقد وهو هيجربني، بس للاسف هو ما جربنيش. هو محتاج المحل بتاعه. مش هتكلم في تفاصيل كتير، بس في الاول وفي الاخر انا ما قصرتش، بس في ربنا كبير، وطول ما انت قريب جنبه عمره ما هيسيبك لوحدك. قبل انتهاء العقد كنت عامل حسابي وكنت واخد محل اكبر من اللي انا فيه. جهزت المحل والحمد لله خليته احسن من المكان اللي انا فيه، مع اني زعلان قوي ومقهور من جوايا، بس اكيد ربنا سايب لي الاحلى. المكان يعتبر في نفس الشارع وهو جنب المحل بالظبط. عشان داخلين على ايام مفترجه، بطلب من كل اخواتي اللي بيحبوني واللي يعرفوا ابو مكه واللي لسه ما يعرفش ابو مكه لايك وكومنت حلو منك، حتى لو هتشتمني، عشان الناس كلها تعرف المكان الجديد. وانا واثق 100% اللي انتوا هتعملوا اكتر من اللي انا بقول لكم عليه، بس كل اللي عايزه منك حاجه واحده بس: تصلي على النبي في الكومنت.